والله هم ما نكمل، نبقى ناكل، كنا منهم شويه ونهار شويه ونكل ونخلص الكرا. المتسولة كانت تتمنطق بالمبلغ المالي وتخفيه ليلا ونهارا عن ابنتها الوحيدة خشية الاستيلاء عليه، لكن حينما زارتها الابنة في المركز الاجتماعي تطمليل فوجئنا برواية أخرى. يا رزقي هذا كنخدم واللي خدمته كنعطيها لها تخزن ليا، ما داير امان حتى واحد من غير امي. كتبهم الله راك غادي يبقاو ما بقاوش لا ما بقاوش. خليني رزيقي يعطيني رزيقي وصافي ما عندهاش رزيقي يعطيوني. بلغ عدد المتسولين الذين توافدوا على المركز الاجتماعي تطمليل حوالي 900 متسول ومتسولة منذ مارس الماضي إلى حدود يوم أمس. الاجراء اللي غادي يتخاذ معها هو ان ما عندهاش هي بطاقه وطنيه، خصها تبقى هنا في المركز. المبالغ الماليه عليها هذا المبلغ المالي في شي حساب خاص نعرف فيه. اللافت في الظاهرة وإلى حين مغادرة هذه المركز الاجتماعي تطمليل أنه بمجرد إلقاء القبض على أحد المتسولين تهرول أسرهم للتكفل بهم، مما يفسر بأن الظاهرة تتم بتواطؤ مع العائلة، وأن الفقر ليس دائما وحتما سببا رئيسيا في احتراف التسول. من أخبار الهجرة السرية